السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله أول حلقة في حلقات النواعم. أنا معاكم النهاردة إن شاء الله الكحك أنا عملته معاكم قبل كده مرتين، السنة اللي فاتت واللي قبلها على الطريقة السخنة، عملنا قبل كده على الطريقة الباردة، سمنة وهي باردة، ولكن بصراحة أحلى طعم للكحك لا بيكون الكحك على السخن، بيدي طعم كده مختلف تماما عن الكحك اللي على البارد. فدي وصفتي انا مش هغيرها بعد كده ابدا، لان بصراحه طعمها تحفه. المقادير بتاعتي بسيطه جدا وسهله، وبتديك نتيجه في منتهى الجمال. زي ما احنا شايفين كده المقادير هنقولها ان شاء الله بالظبط واحنا شغالين مع بعض. اول حاجه بحط في العجان كيلو دقيق منخول، ولازم يكون الدقيق من ضمان الكحك بتاعك يبقى مظبوط، او اي نوع تعمليها لازم الدقيق يكون مضمون من مكان انت جربتيه قبل كده. 3 معالق سكر بودره كبيره، معلقه صغيره ممسوحه بيكنج باودر، معلقه صغيره مليانه ريحه كحك. مش هحط محلب لان ريحه الكحك دي فيها محلب اصلا. كمان هحط هنا نص معلقه صغيره او معلقه صغيره ممسوحه فانيليا. بعد كده هنزل ب3 معالق كبار سمسم، طبعا بننقيه وبنحمصه او لو متحمص جاهز ما بحمصوش، بس بنقيه كويس عشان لو في اي حاجه. بقلبهم كويس. بعد كده معايا 550 جرام سمنه، دي سمنه بلدي. طبعا انا يعني هسخنها لغايه ما بتقدح معايا خالص، وابدا انزل بيها كده على السخن. مش هشغل عجان دلوقتي الا لما اقلبها كويس واحاول ادخل السمنه شويه في باقي المكونات، عشان كمان الصلصه ده كله ممكن يبوظ العجان بتاعك. فتهديها شويه بالمعلقه، تدخلي كل المكونات مع بعض، وبعد كده تشغلي العجان. لو ما عندكيش عجان ممكن بسهوله جدا بتعمليها بايدك زي ما احنا عملناه برضو مع بعض قبل كده بايدينا. يبقى اول خطوه واهم حاجه في عمل الكحك نوع الدقيق يكون ممتاز. تاني حاجة الحركة اللي احنا مثلا نعملها دي اللي هي عبارة عن ايه؟ البس. كنا نبس بايدينا، انا بسها بالعجان، هفضل ابس فيها لمدة 5 دقايق لغاية كمان ما هي تهدى. معايا بقى هنا ربع كوباية مية دافية، حط عليها معلقة سكر ومعلقة صغيرة مليانة خميرة فورية، واسيبهم على جنب يخمروا. وهنا عندي العجان بيبدأ ان هو يبس عندي الكحك بتاعي. 5 دقايق بس، مرحلة مهمة جدا لغاية ما يبرد تماما. هنزل عليهم هنا اللي هي الخميرة بتاعتي اللي هي ربع كوباية مية. الكيلو هياخد كوباية مية، الربع دي محسوبة من الكوباية. هنزل وابدأ بقى واحدة واحدة عشان هلم العجينة مش هعجن. انا كنت كده حطيت 3/4 كوباية مية. هبدأ كده اشوف العجينة بتاعتي. الجو كان صهد جدا حواليا، فالعجينه بتاعتي حاسه ان هي مش ماسكه نفسها قوي. فانا جربت الطباعه، حاطه شويه كاقه الايه الطبقه بتاعتها ما ثبتتش قوي، فرحت مكمله كوبايه الميه وبقت مظبوطه. سبتها شويه تهدى لغايه ما اعمل الملبن بتاعي. الكيلو انا هحط عليه 3/4 كيلو ملبن، عليه معلقه كبيره سمسم، ومعلقه كبيره سمنه بلدي، ومعلقه كبيره ريحه الموز. انا نسيت اقول لكم ان كمان على الكحك انا حطيت معلقه كبيره ريحه موز، تدي بقى طعم خيال. ابدا بقى كده ادعكها كويس جدا لغايه ما اخليها زي العجينه. خلاص بعد كده ما اتشكيت معايا ابدا بقى هكورها. طبعا ما تملاش قوي الكحكه بتاعتك علشان ما تطلعش من الجوانب يبقى شكلها مش ظريف. هو ده المقاس مظبوط بالنسبه للكحكه، لان انا مش هعمل كحكه كبيره قوي ولا صغيره قوي. ابدا بعد كده اشكل الكحك بتاعي. اخد كده قطعه من الملبن واحطها جوه، لازم تكون عجينه كده محتوياها كلها ما تبقاش كبيره عليها، ما يبقاش الملبن كبير على العجينه. خلاص بعد ما خلصت انا عملت بالطباعه بس ما عجبتنيش، فعملت كله بالمنقاش بيبقى النقشه بتاعته احسن. طبعا دخلته على فرن سخن لمده تلت ساعه على درجه حراره 180. طلع بالمنظر ناعم جدا، انا مش عارفه اصلا امسكه. ريحته مش عايزه اقول لكم، فكرتني بقى بايام ما كانت نينا بتيجي تعمل لنا الكحك بتاعنا، وايام العيد الجميل، الريحه بتاعت الزمن الجميل بجد. رشينا عليه السكر
وتقدم بالمنظر التحفة ده. على فكرة أنا مقدمه لكم بعد تاني يوم عمايل يعني، وهو بارد تماما. وشوفي الملبن ناعم ازاي جوه وسايح، والكحكاية دايبة دوبان. شكله تحفة، طعمه بجد بجد حاجة كده فوق الوصف. وكل عام وانتم بخير وبألف هنا وشفا.